يا أهلا وسهلا يا أحبابي. تعالوا النهاردة أحكي لكم حكاية جميلة عن اللطف والاهتمام. في بستان مليان ألوان وروائح جميلة، كانت هناك زهرة صغيرة اسمها لما. كانت لما حزينة جدا لأنها لم تكن تكبر مثل باقي الزهور. أوراقها صغيرة وبتذبل بسرعة، وكل يوم تبكي وتقول: لماذا أنا ضعيفة؟ لماذا لا أحب نفسي مثل باقي الزهور؟ وفي يوم من الأيام مرت نحلة طيبة اسمها هناء. كانت تحب زيارة كل الزهور لتجمع الرحيق وتنشر الحب بينهم. اقتربت هناء من الزهرة لما وسألتها برفق: لماذا أنت حزينة يا جميلة؟ قالت لما وهي تدمع: أنا لا أستطيع أن أكون قوية أو جميلة مثل الآخرين. ابتسمت النحلة هناء وقالت: لكنك مميزة بطريقتك، وسأساعدك لتكبري وتفرحي. صارت النحلة تزور لما كل يوم، تسقيها من قطرات الندى وتنشر عليها اللقاح. ومع الوقت بدأت أوراق لما تقوى، وصارت تنمو وتفتح أوراقها الخضراء وتزهر بألوان زاهية. فرحت لما جدا وقالت للنحلة: شكرا يا هناء، أنت علمتيني أن القليل من الحب والاهتمام يصنع المعجزات. ردت النحلة: تذكري دائما أن لكل زهرة وقتها لتتفتح، لا تقارني نفسك بأحد، فكلنا مختلفون. ومن يومها صارت لما أجمل زهرة في البستان، وكلما مرت النحلة هناء تلوح لها بابتسامة ممتنة. لو عجبتكم القصة ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة. أنا جدكم حكيم وبحبكم كلكم. مع السلامة.